مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيكي الصعيد. فيديو النهاردة مهم جدا وياريت تركز فيه. فيديو النهاردة ازاي تستلم عمود كرنك من الخراط. انا كميكانيكي هستلم ازاي عمود الكرنك من الخراط. يعني الخراط ممكن وارد ان الخراط يسلمني على عجب عينه. انا استلم ازاي؟ انا عندي 3 حاجات اقدر استلم بيهم. مبدئيا ان انا انشف الكرنك خالص من الزيت، مخليش الكرنك فيه زيت، واربط الكراسي كلها. انا الكلام ده كله على الكراسي كلها. اربط ال5 كراسي ناشفين من غير زيت. اربط ال5 كراسي واجرد كويس والف الكرنك. تمام. المفروض انا عندي الكرسي عشان اعرف ان هو محمل كويس على الكرنك لازم يسمر معايا السبيكة تحت وفوق. كده انا اعرف ان السبيكة محملة. طيب انا عايز اعرف اذا كانت السبيكة مالية مكانها ولا لا. اعرف منين؟ يعني انا دلوقتي راجل عرفت ان السبيكة كلها عندي مخدمة على الكرنك، ده شيء جميل. بس انا في جزئية لازما ولا بد اعرفها، اللي هي ايه؟ اللي هي اعرف منين ان السبيكة مالية مكانها. بتأسف على صوت الأطفال اللي في الشارع، سامحوني غصب عني. كده أنا معايا ال5 كراسي يعتبر معلمين بسبب الاستلام اللي أنا استلمته. طيب حلو. طب أنا عايز أعرف السبيكة دي مالية الدوران ولا لأ. أعرف منين؟ ما هو أنا ما يفرحنيش إن أنا شفت السمار اللي في السبيكة ده تحت وفوق وخلاص مخدم على الكرنك. بس أنا لازما ولابد أعرف إذا كانت مالية مكانها ولا لأ تحت وفوق، لأن لو فيها شك إنها مش مالية مكانها ممكن تلف معايا سبيكة أثناء شغل الموتور، تعمل معايا مشكلة. طيب أنا أعرفك إزاي تستلم من الخراط الكرسي. هتجيب ورقة جورنال. أنا عندي هنا زومبا، دبانة، بلحة، علامة، على حسب المسمى في بلدك. أنا عندي زومبا أو مسوجر. الزومبا دي أنا بربط الزومبا على الزومبا. تمام. أحط الناحية اللي فيها المسمار التاني، أحط ورقة جورنال واربط المسمار ده. ركز في المعلومة دي كويس، المعلومة دي مهمة جدا. اربط الكرسي كويس من الناحية دي. تمام. اربط واجرب خالص. تمام. فاهم؟ انا جربت خالص اهو، برضو زي ما هي. انا بعد ما جربت هنا الورقة هنا داخلة وطالعة سهل جوي. معناته ايه الكلام ده؟
معنى ان الزومبا على الزومبا محملة لدرجة ان الناحية التانية انا اول ما ربطت على الزومبا الناحية التانية رفعت، يعني السبيكة جوه مالية مكانها ومعبياه لدرجة ان محملة الزومبا على الزومبا لدرجة ان الناحية التانية رفعت من كتر التجريط هنا. يعني انا معايا سبيكة محملة 100%. ده رقم 2. اول حاجة قلنا قصة سمار السبيكة، عرفنا ان السبيكة محملة على الكرنك في الخمس ركب، في الخمس كراسي. تمام. اخر حاجة ودي معروفة من قبل الصناعية كلها، هشوف الخلوص بتاع الكرنك. المفروض انا احط ما بين الكرنك ما بين الكرسي ورق الجورنال، المفروض الكرنك ما يلفش معايا. تمام. ادي السبيكة وادي ورقة الجورنال. استحالة يلف. معنى ذلك ان الخلوص اللي واخده الكرسي ما بين الكرنك ما يستحملش ورقة، لان انا عايز اقل من ورقة. يعني عايز 2/100 3/100. ال2/100 او ال3/100 يعدي معايا نسبة الزيت فقط لا غير. لكن ورقة الجورنان دي تعمل 4/100 او 5/100، انما كل اللي انا محتاجه 3/100 او 2/100 يعدي معايا الزيت فقط لا غير. لاني لو لف معايا بس بورقة الجورنان دي هتبقى الركبة خفيفة، ممكن تسكى معايا بعد ما العربية تسخن، او ممكن تلف معايا السبيكة، لان في فرق جامد بتدي اريحية للكرنك انه يلب جوه الكرسي. تمام. ده بالنسبة ايه؟ بالنسبة للكرنك. نفس التست اللي حصل ده يحصل في دراع البستم، نعمله في دراع البستم. السمار وورقة الجورنال في دراع البستم برضو تعمل زي كده.